sur Moustauda, que ce soit de la part d'Aziz, de Sahbeni ou de Badra, alors que Faisal Ben Ahmed repique dans l'axe. C'est allé très vite, tout ça, c'était bien joué. Ouais, Sofré, me semble-t-il, a été pertinente. Et encore un coup quelque part dans cette rencontre, et on n'a pas fini de s'énerver visiblement dans ce match. Jala. Voilà un rouge. Alors là, je peux vous dire que les Marocains ne vont pas être contents. Et c'est l'entraîneur Foulon qui rentre, qui est rentré, qui est retenu par ses joueurs. Et c'est un coup dur porté à l'équipe du Raja. C'est Foulon qui est furieux et qui est retenu par ses joueurs. Oscar Foulon qui veut évidemment s'en prendre. Peut-être voir un ralenti. Malgré tout, cette décision, il n'est pas content, il est déçu. C'est un coup dur porté à cette équipe du Raja qui va être réduite à 10 après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Bien évidemment, on fait confiance, en tout cas, on pense pouvoir faire confiance au jugement de l'arbitre. Et il faut surtout espérer maintenant que les... Ah, penalty en plus. Non mais alors là, attendez. Là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il va falloir vous expliquer. Parce que là, ça me paraît quand même un peu énorme. في الآراء والنهاية طبعا كما ذكرت كل واحد طبعا يتحمس مع فريقه مع لقطه. شوف الإثارة في نهائي كأس الكاف والشامبيونز ليج تتكرر في بعض الأوقات في بعض اللحظات. المباراة أعصاب لا كبيرة، إن شاء الله ترجع الأمور لهدوءها. اللاينز مان سيرجع لمكانه. هذا دانيال بنت، هذه الكرة من جرموني، شوف المحاولة، شوف اللقطة الأخيرة. اعتبرها الحكم لا ماذا اعتبر؟ شوف اعتبرها ممكن لمسة يد، اعتبرها ممكن لمسة. هذه اللقطة على كل بصراحة ممكن مساعد اشرف تسلل، ممكن معناها هذه برشا. في المشهد الكروي الافريقي، هذه كرة امامية، لحظة ارتباك يجب استغلالها، يلا صدق والكرة، هل دخلت الكرة والجول؟ يا ماس، جاءت اللحظة يا الماس. نعم الهدف بالإعادة، الهدف. المخرج يعطيكم الدليل أيها التونسيون، الكرة تجاوزت الخط والهدف للمغرب الرياضي الفاسي. هنا الهستيريا تعم المدرجات، ولكن ماذا يقر الحكم؟ شاهدوا شنآن كبير هنا في البساط الأخضر. الحكم ماذا يقر؟ هل يرفض الهدف؟ حرام عليك. هذا هو الحكم بادارا دياتا. هناك خطأ الحكم يعني خطأ، لا أعتقد بأنه كان هناك خطأ على اللاعب حمدي الدقاز. الدار الثاني ورقة حمراء. لا أعتقد بتاتا بأنه كان هناك خطأ، وحتى لو كان هناك خطأ فلا أعتقد بأنه يستدعي إنذار الثاني والورقة الحمراء. على أي الأعصاب الآن توترت، والآن الحكم مفتي بانغو الحديث مع الحكم المساعد. لاحظوا كذلك التدخل ديال مساعد المدرب رضوان حجري في لتهدئة الأعصاب اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. شنو غادي يقول الحكم؟ منطقة أخرى أكيد غنتابعوا الإعادة. لاحظوا مشى الكرة لعب حمدي الدقاز، يعني تشغيل الجبيرة، يعني الاحتكاك كان عادي جدا، وقلت بأنه حتى إلى أعلن الحكم على الخطأ فلا أعتقد كان هناك يعني إنذار. أنا أعتقد أنه الحكم شهر الورقة الحمراء
هذا المشروع ديالها. من ابرز اللاعبين بالنسبه الحكم إذا قال هذه ضربة جزاء فأعتقد بأنه حكم وطرد لبدر بانو. هذا هو السيناريو اللي كنت كنتحدث عليه قبل قليل. قلت بأنه الآن أصبحت عندنا قوة ضغط خطيرة، وأنه عندنا لاعبين الحكم الموريتاني يمكن نقول بأنه فقد التركيز. فنتمنى من المخرج التونسي أنه يعطينا الإعادة. فاعتقد ما كاينش، لانه على ما لاحظت نشاهدوا الان اذا كانت هذه ضربه جزاء فهذا علم جديد في عالم التحكيم.